الاس 23 الترا والفولد 4 هم اقوى تليفونين سامسونج عملتهم لغايه دلوقتي. فالتليفونين فيهم بروسيسور رائع جدا وكاميرا من اقوى الكاميرات اللي موجوده، خصوصا في الاس 23 الترا، بالاضافه لجمال الشاشه وجوده الالوان. فالاتنين دول بريميوم جدا واغلى تليفونين اندرويد موجودين دلوقتي في السوق. وفي ناس ممكن تكون محتاره ما بينهم، بس في الحقيقه التليفونين مختلفين عن بعض تماما، وكل واحد فيهم ليه شخصيته المنفصلة وموجه لشريحة مستخدمين مختلفة تماما عن التاني. فأنا في الفيديو ده هحط الجهازين قصاد بعض وهقارن نقطة نقطة، وهتكلم عن المميزات والعيوب اللي في كل جهاز عشان أوصل لك أنه جهاز بيديلك أعلى قيمة وأنه واحد بيديلك أحلى وأمتع تجربة استخدام. وبعد كده هقولك على عيب سخيف جدا في أجهزة الفولد وهقولك إزاي تعالجه. بس مهم تعرف إن الفيديو ده هيكون اوفرول ومش هيخش في التفاصيل قوي، لكن الهدف منه انه يساعدك انه جهاز اللي ممكن يكون مناسب ليك اكتر. وبعد كده تقدر تتفرج على المراجعه التفصيليه بتاعته اللي موجوده هنا في القناه، سواء للاس 23 الترا او للفولد 4. وعشان هقول اسامي الجهازين دول كتير في الفيديو ده، فللاختصار انا هقول الجهاز ده الالترا وده هقول الفولد. تمام، فيلا بينا. اول حاجه هتلاحظها بين الجهازين هو اختلاف الشكل الخارجي واختلاف طريقه الاستخدام. فده الاس 23 الترا، الشكل الطبيعي والاستخدام الطبيعي للموبايلات، ومقاس الشاشة 6.8 انش وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس 2 وبجودة 500 بكسل بر انش، وبتدي مستوى سطوع لغاية 1750 نتس. اما الفولد فده جهازين في جهاز واحد، فانت تقدر تستخدمه كتابلت وكموبايل. فمقاس الشاشة الخارجية 6.2 انش وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس بلس وبجودة 402 بكسل بر انش، وبتدي مستوى سطوع لغاية 1200 نتس بس. اما الشاشة الرئيسية فهي 7.6 انش وبجودة 374 بكسل بر انش، وما فيش رقم رسمي قوي عن درجة السطوع بتاعتها، لكن بتجربتي اقدر اقول انها اقل نسبيا من الشاشة الخارجية. وهتلاحظ من فرق المقاس ده ان مسكة الفولد في الايد اريح شوية من مسكة الالترا. ده في حالة ان انت شغال على الكفر سكرين واللي تقدر من عليها تخلص اغلب الشغل اللي انت عايز تعمله على الموبايل. لكن لما تفتح الفولد وتشتغل على المين سكرين فهيكون صعب شوية ان انت تمسكه بايد واحدة وهتحتاج تشتغل بايدك الاتنين. واللي بيميز الالترا هو وجود مكان جواه تشيل فيه القلم، واللي بيجي مع الجهاز بالمناسبة، ده على عكس الفولد اللي القلم مش بيجي معاه ومفيش اصلا مكان حتى تحطه فيه. والجهازين متصنعين من الالومنيوم زي بعض، لكن مقاومتهم للعوامل الخارجية مش واحدة. فالفولد وبسبب وجود الهنج والشاشة اللي بتتني فده واخد ريتنج اي بي اكس 8، بمعنى ان هو مقاوم للميه لكن مش مقاوم خالص للاتربه. فده جهاز ابن ناس كده في نفسه ومحتاج تخلي بالك عليه قوي وانت شغال، على عكس الالترا اللي ما فيهوش المشكله دي خالص، فهو واخد ريتنج اي بي 68، فهو مقاوم للميه ومقاوم للاتربه. فده جهاز تشقيه معاك براحتك، مفيش مشكله خالص. ده بالنسبه للشكل الخارجي. خلينا دلوقتي نخش في تجربه الاستخدام نفسها في الجهازين. فبصراحة الفولد فعلا ممتع في الاستخدام، وانا في الاول كنت يمكن ملخوم شوية بحجمه الكبير ده، بس مع الوقت بقيت مرتاح جدا جدا في استخدامه. وده بسبب شوية اضافات في السوفت وير بتاعه مخليه فعلا استخدامه اكتر من كونه موبايل بيعمل مكالمات وبيشغل شوية تطبيقات. فسامسونج عاملة تغييرات رئيسية في السوفت وير عشان نستفيد من المساحة الكبيرة ديت. فالجهاز ده مديلك تجربة استخدام اشبه كده بتجربة الويندوز اللي متعودين عليها. فانت عندك من تحت فيه تاسك بار تقدر تتحرك منه بين التطبيقات وبعضها، وعندك هنا زرار زي ستارت لما تدوس عليه يفتح لك كل التطبيقات تختار منها اللي انت عايزه. وانت هنا مش معاك موبايل بس، لكن انت شايل معاك تابلت في جيبك تقدر في اي وقت وفي اي مكان تطلعه وتقرا كتاب مثلا بمنتهى السهولة، او تذاكر من عليه، او تتفرج على فيديو على شاشة كبيرة وجميلة. فكل الاستخدامات اللي كان ممكن تجيب تابلت بسببها هتلاقي انك تقدر تعملها هنا بمنتهى السهولة واحسن كمان، لانه معاك في كل حتة. فانت شايل جهاز واحد بدل ما تشيل موبايل وتابلت، ومساحته صغيرة فمش هيضايقك في الشيل زي التابلت الحقيقي. لكن الالترا هو اي نعم شاشته كبيرة مقارنة ببقية الموبايلات، لكن طبعا لا تقارن خالص جنب مرونة الاستخدام في الفولد. وكمان بقى الفولد ده يعتبر حلم بالنسبة للناس اللي بتحاول تنجز اكتر من حاجة في يومها. فانت تقدر اثناء ما انت فاتح اي تطبيق تسحب تطبيق تاني جنبه وتستفيد بخاصية المالتي تاسكينج اللي بتسمح لك تشغل لغاية 3 تطبيقات جنب بعض على شاشة واحدة، وتطبيق رابع يكون فلوتنج كده. بس انا بصراحة قليل لما بشتغل على اكتر من تطبيقين جنب بعض، غير لو عايز ابص على حاجة سريعة وارجع تاني.
وطبعا تقدر تحفظ طريقة العرض ديت وتخليها موجودة عندك على طول، تفتحها في اي وقت من السايد بار او حتى من التاسك بار تحت. طبعا الخاصية دي موجودة كمان في الالترا، وكانت موجودة من زمان قوي في سلسلة النوت، بس طبعا مع قدرات محدودة. فانت اخرك تفتح تطبيق فوق وتطبيق تحت، بس نادرا لما حد بيستخدم الموضوع ده قوي، لان الشاشة مهما كانت فهي برضو صغيرة، ومش بتسمح لك خالص بانك تشغل تطبيقات وتتحرك فيهم براحتك زي ما هو موجود هنا في اجهزة الفولد. والتليفون ده كمان الهنج بتاعه رائع جدا، وتقدر تثبته على اي زاوية رؤية انت عايزها وهتريحك. فتقدر تستخدم النص اللي تحت كأنه شاشة كيبورد او ماوس، وتستخدم الجزء اللي فوق كأنه الشاشة زي ما بتعمل في اي لابتوب عادي. وسامسونج عاملة خاصية اسمها فليكس مود، ودي بتدي لك استخدام مفيد لموضوع الهنج في بعض التطبيقات اللي بتدعم كده. انا ممكن كمان افتح الفولد على الوضع ده مثلا واتفرج على فيديو اثناء ما انا شغال على اللابتوب بكتب حاجة او بخلص شغلي. فبصراحة الفولد ده مديني تجربة استخدام ما كنتش اتخيل ابدا ان ممكن اخدها من جهاز موبايل. واقدر كمان استفيد من الوضع ده في التصوير. وخلينا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات، واللي بصراحة هنا الالترا يتفوق نسبيا على الفولد فيها. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن نقطة مهمة قوي في الجهازين دول، وهي القلم. فبالرغم من ان الجهازين دول بيستخدموا الاس بان بتاع سامسونج، لكن في اختلاف كبير جدا ما بينهم وما بين بعض في شكل القلم ومقاسه، وفي طريقة استخدامه، وحتى في اسمه. فده اسمه اس بان، اما ده اسمه اس بان فولد اديشن. فتعالوا نبدأ بالقلم بتاع الالترا ونتكلم عن مميزاته شوية. فالقلم ده بيجي مع الجهاز وليه مكان يتشال فيه، فبالتالي مش محتاج تدفع فلوس إضافية عشان تجيبه. وفي نفس الوقت مش هتحتاس بيه تشيله فين، ولا هتحتاج تشتري له جراب مخصوص يكون فيه مكان للقلم عشان تقدر تتحرك بيه. فالقلم هنا مش مجرد قلم تكتب بيه على الشاشة وبس، لكن انت تقدر تستخدمه كريموت كنترول، تصور بيه من بعيد وتقلب فيه الصور اللي في الجاليري مثلا، او توقف وتشغل الفيديو اللي شغال، وحاجات تانية كتيرة. لكن بالنسبة لعيوب القلم ده، فهو اول حاجة ان مقاسه صغير ومتعب في المسكة وفي الكتابة. تاني حاجة، هو انا هكتب على ايه اصلا وهكتب ايه؟ يعني انا بالنسبة لي من ايام النوت والقلم حلو قوي للمواقف السريعة. يعني مثلا عايز اخد نوت بسرعة، عايز اكتب رقم تليفون او معلومة وانا مع حد في المكالمة. فبدل ما لسه هفتح التليفون وادور على تطبيق اكتب فيه الملاحظات، لا، اسحب القلم على طول واكتب اللي انت عايزه على الشاشة، بس كده. لكن لا مساحة الشاشة دي مناسبة ان انا اقعد اكتب عليها حاجات كتيرة، ولا حتى مقاس القلم ومسكته في الايد مريحة في الكتابة لفترة طويلة. وهنا تظهر اهمية وميزة القلم بتاع الفولد. فالقلم ده انت تحس ان انت ماسك قلم حقيقي في ايدك، فهو مقاسه كويس جدا ومريح للايد. وخصوصا انك هنا بتكتب على شاشة اكبر، 7.6 بوصة. وفعلا انا احيانا بقعد اكتب عليه بجد زي ما بكتب على ورقة وقلم، واحيانا بذاكر فعلا من الجهاز ده. وحتى الكريس او التانية اللي في النص دي خلاص مع الوقت اتعودت عليها وما بقتش عامله لي مشكلة. لكن بمجرد ما اقفل المين سكرين واستخدم الكفر سكرين، احب اقول لك ان القلم ده ملهوش اي لازمة خالص، لانه للاسف مش بيشتغل اصلا على الكفر سكرين. طب بلاش موضوع الكتابة، خلينا في موضوع الريموت كنترول. لا للأسف صدقني برضو ده مش بيشتغل كريموت كنترول زي القلم بتاع الألترا. ولو عايز القلم أبو ريموت، ده قلم تاني منفصل اسمه اسبان برو، وبتروح تشتريه لوحده ب $100.
انا مش عايزك تفهم من كلامي ان القلم ده ببلاش او بيجي مع التليفون. لا حضرتك، ده ب50 دولار لوحده، وهتشتريه لوحده او هتشتريه مع الجراب الرسمي بتاع سامسونج اللي ب90 دولار. علشان انت بمنتهى البساطة لو انت بتستخدم القلم ما عندكش مكان تشيل فيه القلم ده في الجهاز بعد ما تخلص، فمش هينفع تسيبه كده، هيضيع. فزي ما انت شايف هو الجهازين فيهم اس بن، لكن استخداماتهم مختلفة خالص. فانه احسن ده هيرجع لاستخدامك. لكن بقى النقطة اللي بيتفوق فيها الالترا مش بس على الفولد لكن على اي فلاج شيب تاني بما فيه الايفون، هو نقطة البطارية. البطارية في الجهاز ده حكاية يا صاحبي. انا ما كنتش متخيل ان هيجي يوم واقول كده على جهاز اندرويد. فالجهاز ده انا بنزل بيه واروح الشغل ببطارية 50% او اكتر شوية، ومش ببقى قلقان خالص انه يفصل مني خلال اليوم. في حين ان الفولد انا بنزل بيه وهو مشحون 85% عشان مش بحب اشحنه لغاية 100%، وببقى يعني لو يوم طويل شوية او تقيل ببقى قلقان ان هو ما يستورش معايا خلال اليوم. فهو بطاريته 4400 ملي امبير، وبيدعم الشحن السريع لغاية 25 واط. في حين ان الالترا بطاريته 5000 ملي امبير وبيدعم الشحن السريع لغاية 45 واط. فطبعا فرق كبير ما بين البطاريتين دول. بالاضافة طبعا ان الجهازين بيدعموا الوايرلس تشارجنج والريفرس تشارجنج. وخلي بالك هو الفرق في الاداء بتاع البطارية ما بين الجهازين دول مش بس بسبب سعة البطارية الاكبر هنا، لكن بسبب البروسيسور اللي موجود. فنظريا السناب دراجون 8 جين 2 اللي موجود هنا ارقامه مش اعلى قوي عن ال 8 بلس جين 1 اللي موجود في الفولد. لكن الفكره ان المعالج ال 8 جين 2 ده بيدي اداء اعلى في استخدام التطبيقات وبيحافظ على عمر البطاريه لفتره اطول. فده اللي بيخلي التليفون ده يقعد معاك فتره اطول في اليوم. وبالنسبه للناس اللي بتحب تلعب جيمز تقيله على التليفونات، فالتليفونين هيكون ادائهم معاك اكتر من رائع، ومش هيكون عندك لاج خالص او سخونيه في الجهاز. بس هل تحب تلعب على موبايل مالكه في ايدك كويس وقادر توصل لكل الشاشة بصوابعك بسهولة، ولا تحب تلعب على موبايل انت غرقان جواه ومستمتع فيه بتفاصيل اللعبة؟ فده سؤال هيرجع لك انت. وانا في اول الفيديو ده كنت قلت لك ان هقول لك على مشكلة سخيفة جدا في اجهزة الفولد، وهو ان الجهاز ده عنده مشكلة في اغلب تطبيقات السوشيال ميديا. انا عارف ان النقطة دي ممكن تكون مشكلة كبيرة عند ناس كتيرة. فتطبيق زي فيسبوك او انستجرام للأسف مش مهيئين للاستخدام على الشاشة الكبيرة كده. بس دي ليها حلين. الاول ان سامسونج عاملة انك تقدر تغير من السوفت وير نسبة عرض التطبيقات المختلفة عشان تحل المشكلة دي نسبيا. بس اوقات مش بتكون النسبة مظبوطة قوي، فبنلجأ للحل التاني، وهو اني اتحكم انا بنفسي في النسبة اللي انا عايزها عن طريق اني افتح تطبيق تاني جنب انستجرام مثلا، واكبر واصغر المساحة زي ما انا عايز. ولان نسبة الشاشة الداخلية او حتى الخارجية مختلفين خالص عن النسب المشهورة بتاعت الافلام والفيديوهات، فلو بتتفرج على فيديو على يوتيوب مثلا فالفيديو مش هيكون مالي الشاشة وفي مناطق سودة فوق وتحت، ولو حبيت تملى بيه الشاشة هتلاقي ان في اجزاء من الفيديو اتقصت. اخر نقطة بقى هنتكلم فيها هنا ما بين الجهازين دول، وهي ممكن تكون ديل بريكر زي ما بيقولوا، هي نقطة السعر. فالجهازين دول سعرهم مش رخيص خالص. فمثلا الالترا البيز موديل بتاعه بيبدأ من 1200 دولار لمساحة ال 256 جيجا لغاية 1620 دولار للواحد تيرا بايت. لكن الفولد بيبدأ من 1800 دولار لل 256 لغاية 2160 دولار للواحد تيرا بايت. فطبعا السعر ده فاكتور مش قليل خالص. فانت محتاج تفكر كويس وتشوف هل الشاشة الكبيرة وشوية الاضافات اللي في السوفت وير دي انت فعلا محتاجها، ولا ممكن جهاز زي الالترا يكون مور ذان انف بالنسبة لك. طيب من الاخر، ده ولا ده؟ عايز رأيي؟ ده. انت هنا معاك جهاز موبايل عادي طبيعي تشتغل بيه براحتك ومش قلقان عليه ان انت مثلا لو اشتغلت عليه بغشامة شوية الشاشة ممكن تبوظ او يحصل لها حاجة. بالاضافة ان انت معاك احسن بطارية موجودة في جهاز سامسونج دلوقتي، فانت مش هتبقى قلقان خلال اليوم ان الموبايل ما يسعفكش ويكمل معاك. بالاضافة ان انت عندك اقوى كاميرات موجودة والقلم اوريدي بيلت ان. فتقريبا انت عندك كل حاجة في الجهاز ده. انت اصلا كنت هتزود 600 دولار زيادة عشان تجيب ده على سعر جهاز اصلا يعتبر غالي بالنسبة لناس كتيرة. فما كانش ليها لازمة خالص. لكن امتى هقول لك هات الفولد؟ في حالة من اتنين. لو انت واحد بتشتغل وبتاخد فلوس من شغلك اللي بتعمله من على الموبايل،
بمعنى ان انت محتاج ان انت وانت بره في اي مكان لازم تطلع على طول جهاز كبير تخلص عليه شغلك، اللي هو ما يستناش ان انت تقعد مثلا في حته وتطلع لابتوب. ففي الحاله دي هقول لك لا، الفولد هيكون مناسب بالنسبه لك. او الحاله التانية، لو انت كده كده كنت ناوي ان انت تشتري جهاز فلاج شيب، سواء كان الالترا او حتى ال 23 العادي او ال 23 بلس، فكنت هتشتري الفلاج شيب ده وكنت هتشتري معاه تابلت مثلا زي الاس 8 العادي اللي هو ب 600 دولار. ففي الحاله ديت هقول لك لا، هات الفولد، لان كده انت معاك الاتنين في جهاز واحد بتتحرك بيه في اي مكان براحتك. فاتمنى يكون الفيديو ده ساعدك شويه ان انت تختار ما بين الجهازين، وعرفت انه منهم المناسب ليك اكتر. لكن لو لقيت ان الجهازين مش مناسبين ليك اصلا او ان سعرهم غالي، فممكن تفضل متابع معايا عشان الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الاخوين التانيين دول، ال 23 بلس وال 23 العادي، وهقول لك انا ليه برشح لك انك تشتري العادي بدل البلس. فخليك متابع معايا واشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.